فوز مهم من منتخب مصر في أول مباراة ليه في كأس إفريقيا. أنا شايف إنه مش فوز صعب، إحنا اللي صعبنا الأمور على نفسنا. كابتن حسام لو يتواضع شوية بس ويركز ويسيبه من العصبية والهمجية. يعني التشكيل اللي هو بدأ بيه الماتش هو اللي عمل معانا كده. أولا مع احترامي لكل لعيبة منتخب مصر ومع احترامي لمحمد حمدي وكل اللعيبة، التشكيل المفروض يبدا بيه الماتش الجاي. الفوز مش عايزه ينسينا ان احنا عندنا اخطاء لازم نعالجها. انا ما كنتش محتاج النهارده ديفندرين وقدامهم امام عاشور. يعني ليه حمدي فتحي ومروان عطيه الاثنين؟ ما انا الشوط اللي لعبت بواحد اهو. ايه اللي حصل يعني؟ فضلت ضاغط لحد ما جبت جونين وبلعب بديفندر واحد. لازم اقرا الماتش من بدري يا كابتن حسام. يعني انا اخطات في البدايه في التشكيل، اعالج الخطا بخطا واخرج امام عاشور. طب انت كنت عايز تنزل مصطفى محمد، ماشي مفيش مشكله، خرج حد من الديفندرين، خرج حمدي فتحي مش مروان، او خرج مروان ونزل مصطفى محمد، لكن امام ما يخرجش. انا مش شايف سبب لخروج امام عاشور. احسن لعيب في المباراه النهارده مرموش، احسن لعيب في الفرقه. اقل لعيب في الفرقه محمد صلاح، لكن ما يخرجش. وجوده بيعمل عبء على الفرقه اللي قدامنا. ما بقولش ان هو وحش فيخرج، هو صلاح ما يخرجش عشان ما حدش يلوم على حسام حسن صلاح وحش. لا، صلاح مش وحش، هو اقل لعيب المنتخب النهارده، ولكن وجوده عبء وضغط على المنافس. طب ايه اللي يتعمل؟ انا وجهه نظري الماتش الجاي ابدا ازاي؟ ما اعرفش هلاعب بقى الماتش الجاي جنوب افريقيا ولا انجولا، ايا كان. يعني انا عندي سكواد قوي جدا في نص ملعب والتلت الهجومي. في اخطاء لازم نلاحظها في طريقه اللعب نفسها. يعني كل الكور العرضيه، انا ما ينفعش يبقى عندي لعيب زي زيزو احسن لعيب بيلعب كره عرضيه، احسن لعيب مع امام عاشور بيمسك لي كره في قلب الملعب والبدني بتاعه كويس، اقعده على الدكه، اقعده 60 دقيقه على الدكه. ما ينفعش، ما ينفعش. لعيب بيتحرك كويس جدا، البدني بتاعه كويس جدا، عرضياته لو في شويه توفيق. العرضيه اللي اتلعبت له من محمد حمدي لو حطها بالجبهه او بقورته زي ما بيقولوا جول. هو زي ما يكون كشم الكره ووطى عملها بدي، لا مش بالقرع، هو عنده شعر يعني طلعت عاليه. لازم الماتش الجاي يبدا بمحمد هاني، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم فتوح، مروان عطيه، زيزو، امام عاشور، صلاح، تريزيجيه، مرموش. ابراهيم عادل لعيب كويس جدا، لكن بصراحه ما اضافش حركه وحيويه وكل حاجه. بس في كورتين عايز هو اللي يجيب الجول. لو عمل باص الكورتين لمرموش، كان عمل خطوره اكتر من كده. لو عمل باص يعني وتعاون مع مرموش كان عمل خطوره اكتر من كده. مرموش جاب جول عالمي، مهاره فرديه، لا جمله بقى ولا تكتيك ولا بتاع، مهاره فرديه من مرموش، جول عالمي. فانا لازم الماتش اللي جاي ابدا باللي قدام صلاح، مرموش، تريزيجيه، تحتهم امام عاشور وزيزو، تحتهم مروان، فتوح شمال، محمد هاني يمين، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه. حسام عم بجد مش موفق، بيسرح. اللي لعب كوره فاهم يعني ايه بيسرح. الجول الاولاني ده لازم انا كمساك وانا برجع كده مع الهجمه عيني على المهاجم اللي معايا. المهاجم هرب مني، ارجع له، اجيب المهاجم في صدري، ابقى شايف الكره والمهاجم. لازم انا بحفظ لعيبتي وانا في الناشئين المدافعين، لازم ابقى شايف المهاجم والكوره، مش شايف الكوره بتفرج على الماتش زي الجمهور لاعب بره. لازم المهاجم بتاعي في صدري. المهاجم راح فين؟ ده المهاجم استلم ولف وبص وحط بطن رجله. ده بنهرج، احنا بنهرج كده. الكره اللي بعدها لولا تدخل ياسر ابراهيم كان الجول الثاني، كان قضى على الماتش تماما. ماتش نكسبه 3-0 مرتاح، مش 2-1 بالعافيه. طبعا جود لك هدف في الدقيقه 90 لصلاح. قبلها في كره اتلعبت له من حمدي فتحي ثرو باص، كرباك سهل قوي يا صلاح في الزاويه البعيده، حطها عاليه. في عدم توفيق في بعض الهجمات النهارده، لو موفقين كنا كسبنا 4. بس عندنا اخطاء، عندنا اخطاء. لازم الكابتن حسام يتواضع شويه ويتخلى عن العنجهيه بتاعته والعصبيه ويركز ويقرا الماتش افضل من كده. ان شاء الله نكسب الماتش الجاي، بس نبدا من حيث انتهينا.
يعني ايه؟ فتوح باك شمال، زيزو جنب امام عاشور، وصلاح تريزيجيه مرموش، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، محمد هاني، الشناوي اللي انا شايفه برضه مهزوز ومش لاقي مبرر للهزه بتاعته دي. المفروض انت حارس كبير وعملاق وخبرات ولعبت ماتشات تقيله زي دي. انت مهزوز في كوره برضه شط عليك وانت بتمسكها كده عدت، ربنا كرمنا انها ما دخلتش جوه. شكرا.